سيد أحمد. أهلا بيك، صباح الخير جميعا. دعنا نشير إلى تلك الجولات المكوكية التي يجريها المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت بين يعني الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة لتحقيق ما يسمى بحالة التوافق العام. كيف تقرأ هذه الجولات وهذه الأنشطة، ويعني كيف تقيمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أولا طبعا السيد أحمد المسلماني كمستشار إعلامي للسيد رئيس الجمهورية، أنا أرى أن هناك تطلعا في الأفق إلى أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية حول المبادئ الرئيسية لخارطة الطريق المستقبل لمصر. لا شك أن هناك في أي نظام سياسي، فما بالك ونحن في أعقاب ثورة عظيمة كبيرة يعني خلفت بعدها أو بعض نجاح هذه الثورة خلفت من ورائها بعض السلبيات التي يجب أن نتجاوزها جميعا. من ضمن هذه السلبيات مثلا هناك من يرى أنه لا يجوز لفصيل معين أدى إلى إحداث ارتباك وأدى إلى نشر الإرهاب ونشر الأعمال الإجرامية، لا يجوز له أن يشارك في العملية السياسية. والبعض يرى أن على الجميع أن يشارك ولا إقصاء. هنا أنا أعتقد أن دور السيد مستشار رئيس الجمهورية، ومن بعده دور رئيس الجمهورية بعد أن تحدث الأريحية بين القوى السياسية، هو التوصل إلى رأي يعبر عن أغلبية شعب مصر. أيضا هناك مفهوم آخر أن هذه الأحزاب ليست بالضرورة كلها تعبر عن الشارع المصري. بالتأكيد احنا في مجتمع لا يمثله الأحزاب بشكل كامل، بمعنى ان ممكن نعتبر ان الاحزاب السياسيه بتمثل من 5 الى 10%، ده على اقصى تقدير يعني. وهذا يجعل هناك نظره اخرى تقتضي مننا ان نستدعي النقابات ونستدعي التجمعات الاخرى ونستدعي من وراءهم حشد جماهيري نستطيع ان نصل به او نصل اليه بالرساله السياسيه. ومن هنا انا ارى ان السيد احمد المسلماني لديه مهمه صعبه وشق. هذه المهمة بدأت مع الأحزاب السياسية المشهورة والأحزاب السياسية اللي قد لا يكون معها يعني خلاف حول الرؤية، لأنها شاركت في الأساس في وضع القواعد الأساسية لمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو. ولكن أنا أرى أن هناك جهد يعني كبير يجب على السيد أحمد المسلماني أن يقوم به. يعني على سبيل المثال بعض القوى السياسية يعني تئن جدا لعدم مد يد التعاون معها من قبل رئاسة الجمهورية، وهذا يقتضي أن تمد رئاسة الجمهورية يدها إلى الجميع، أن يكون هناك تعامل مع القوى السياسية كثير، يعني كثير من الأحزاب النهارده. لماذا لا نفترض العكس؟ اللي هو أن القوى السياسية هي التي تبدأ، خاصة أن هناك اتهامات دائمة بعدم تأثير الأحزاب في الشارع المصري. ما دي مسألة أخرى. أنا بتكلم على رئاسة الجمهورية وهي بتوفد السيد أحمد المسلماني، ما ينفعش يبقى ماشي على أجندة تحقق مصلحة فصيل بعينه. يعني احنا خرجنا خلاص، الشعب المصري زي ما بيقولوا نضج بشكل ما ينفعش حد يعني يخطف منه ثمرة ثورته. ثمرة هذه الثورة يعني أن يتعاون الجميع. يعني نحب أن نتفهم أكثر. يعني أنت تشير إلى أنه هناك يعني اتجاه إلى فصيل معين. يعني ما هو هذا الفصيل وما هو الفصيل المستبعد؟ يعني مثلا يعني هنيجي على حزب الجبهة النهارده. حزب الجبهة عمل استغاثة، بيقولوا حزب الجبهة الديمقراطية. أحزاب كثيرة من أحزاب تيار الاستقلال. يعني هناك اتجاهات كثيرة بتنادي رئيس الجمهورية أن يتدخل. يعني عدم الانتقاء، يعني السياسة الانتقائية عموما خطأ دائما. ليس المقصود، يعني نحن هنا ليست وظيفتنا أن ندافع عن نشاط أو آخر، عن جهة أو أخرى. لكن الفكرة المطروحة أنه الجولات كانت بين تيارات ليبرالية وتيارات يسارية يعني ده اللي رأيناه. تمام. هل هناك، إذا كان هناك جبهات أخرى، فكيف ترى أن تنضم إلى هذه بالضبط. أنا أرى أن السيد رئيس الجمهورية عليه أن يعطي توجيهاته إلى السيد أحمد المسلماني، أن يمد يده إلى النقابات الكبيرة. عندنا نقابات فيها 1,000,000 عضو، وهي أكبر من أي حزب في مصر، بل أكبر من 20 حزب مع بعض. عندنا الطرق الصوفية، عندنا النقابات العمالية الكبيرة، عندنا حاجات يعني ممكن جدا. عندنا اتحاد الفلاحين ونقابات الفلاحين. لماذا لا يتم التعاون مع هؤلاء؟ وانا ارى يعني انا مش عايز اسبق الاحداث، قد يكون عمليه تفسير وتوضيح للموقف السياسي، قد يكون عمليه برضو اشاره الى هذا الموقف، لان احنا في حاجه الى ان تتفاعل كل القوى
الشعب. كل قوى الشعب هنا ليست فقط الاحزاب، هي الاحزاب والنقابات. احنا عندنا 83 حزب. خلينا نقول ونتكلم بصراحه، ما فيش حزب له الارضيه اللي تمكنه في الشارع ان هو يحصد اصوات زي ما حصل التيارات قبل كده اللي كانت بتتخذ الدين وسيله لذلك. وبالتالي اصبح هناك عبء على هذه الاحزاب ان تتحرك وتتفاعل، وعلى رئاسه الجمهوريه ان تنشط هذه الاحزاب من خلال التفاعل معها وطرح خطه لكي يتم التعبير عن راي الشارع من خلال الاحزاب والنقابات. كيف ترى سيادتك الان تحقيق المصالحه الوطنيه، وكيف السبيل الى هذا؟ اولا تحقيق المصالحه الوطنيه هدف نبيل جدا، هو هدف هذه المرحله التي اعقبت الثوره. لابد ان يكون هناك توافق بين قوى اليسار واليمين وقوى الوسط، يكون هناك يعني ليس هناك ما يجعل تباعد بين القوى السياسيه. مطلوب النهارده من كافه القوى السياسيه ان تمد يدها الى مصر. يعني احنا النهارده مصر بحق هي في احتياج الى التوافق اكثر من اي وقت مضى. طيب مشهد التوافق والمصالحه اللي حضرتك تتحدث عنه الان، يعني كيف تقرأه في ظل ردود الأفعال المختلفة والمتباينة على المنتج الذي خرجت به لجنة العشرة وتشكيل لجنة ال50؟ أولا يعني أنا يمكن مجرد ما صدر القرار بتاع تشكيل لجنة ال50 هناك نداءات كثيرة. بالتأكيد ال50 ما يقدروش يغطوا كل جوانب الشعب، لكن كان ممكن من خلال ال50 نغطي معظم فصائل الشعب. بمعنى يعني احنا لما ندور على فقهاء الدستور ونلاقي ان احنا اكتفينا بال10 اللي أعدوا لجنة الخبراء، ولم ندرج في لجنة ال50 أساتذة عظام كالدكتور إبراهيم درويش ويحيى الجمل والدكتور نور فرحات وكثير. يعني أنا والمستشار يمكن أن يرد على ذلك بأن لجنة العشرة كانت لجنة فنية بحتة. وهناك لا يعني طب كويس، لجنة فنية، احنا محتاجين الناحية الفنية. وعشان كده أنا بناشد يعني الحقيقة هذه اللجنة لابد على رئيس الجمهورية أن يتدخل وأن يجعل لها ليس استكمالا بأعداد أخرى ولكن استكمالا بفقهاء الدستور في الجامعات. احنا عندنا أعظم فقهاء دستور في مصر بيستعان بيهم في بعض الدول العربية والإفريقية والآسيوية. أنا يعني بتطلع إلى أن يكون هناك توسع في عمل هذه اللجنة لكي يضم سواء عن طريق بطريق نوع من الاجتماع المشترك مع فقهاء الدستور في الجامعات مع اساتذه القانون، حتى نستطيع ان نضع دستورا يتسع لمطالب وطموحات شعب مصر في هذه المرحله. سياده المستشار، كيف ترى التعديلات الدستوريه من وجهه نظر حضرتك؟ اولا التعديلات الدستوريه في ملامح رئيسيه لهذه التعديلات. اول مطلب، ولابد المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. بالطبع. لابد ان نتوقف عن الشيزوفرينيا اللي بنعاني منها، ان احنا ننص في الكتاب على شيء وبعدين ما نذاكروش وما نعملش بيه. نحط مبدأ في الدستور ونقول لا قيام لاحزاب على اساس ديني ونفاجئ بين الاحزاب، او نضع النص وما نعرفش نطبقه. بالظبط. لابد ان يتم وضع نصوص ويكون هناك شيء من العقاب على مخالفه هذه النصوص. يعني ليس هناك اي مغزى من وضع نص ثم يترك بحريه لمن يشاء ان يطبقه او لا يطبقه. هذا عبث يعني. والحقيقه لما يكون الامر متعلق بالامن القومي المصري، ادينا شفنا مصر كانت هتروح لفين لولا الشعب والجيش مع بعض. الشعب والجيش والشرطه عشان ما ننساش حد، لان الجميع كان متفاني في انقاذ مصر من انها تقع وقوع يؤدي الى تراجعها عشرات السنين. وعشان كده ما ينفعش ان احنا نترك مصر في هذه الاونه واحنا مش عارفين نامنها ازاي. اول تامين الشعب المصري شعب متدين بالفطره، فما ينفعش ان الشعب المصري المتدين بالفطره نترك من يعبث بفكره وبهذه القيم وهذه المبادئ الموجوده في المواطن المصري عن طريق الدخول الى العقل المصري بالمتاجره بالدين او استغلال الدين للوصول الى مناصب سياسيه. هذا يؤدي الى خطا كبير يهدد الامن القومي لمصر. ولذلك انا باكد على ضروره ان ينص الدستور نصا صريحا وحاسما بل وقاطعا، بل ويوقع العقاب على كل من يخالف هذا سواء كانت القوى السياسيه دي قوى
يمين او يسار، لا يجوز استغلال الدين للوصول الى السلطه. وانا اعتقد ان من اهم ملامح الدستور الجديد ايضا هو نسبه العمال والفلاحين. وعلى راي المثل الفلاحي يقول لك يعني احنا محتاجين نحس بالثوره، يعني عايزين الناس في الشارع. مش معقوله ان انت بعد الثوره تطالب بالحفاظ عليها تيجي تاخد من العمال والفلاحين. وخلي بالك العمال والفلاحين دول نص المجتمع بل اكتر شويه. لابد ان نبحث عن آلية تحافظ على حق هؤلاء اولا. ثانيا النظام الفردي، انا حزب اهو، عايز اقول لك بكل صراحه، بل انا رئيس لمجموعه احزاب. حقيقه سياده المستشار احمد الفضالي، يعني نظرا لضيق الوقت نشكرك شكرا جزيلا. المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. واكد بس على النظام الفردي، ان النظام الفردي هو الاصلح حتى لا يتم السيطره على المقدرات السياسيه المصريه مره اخرى، ويترك الحريه للمواطن يختار من يشاء. هذا من وجهه نظرك. بالضبط، من وجهه نظرك. شكرا سياده المستشار، شرفتني. شكرا جزيلا. نوالي تقديم الأنباء.